أول حاجة إيه هي التوبة؟ الشيخ الروحاني التوبة هي دواء الخطية. بعد كده قال التوبة تخلص من سباهم الشيطان. يعني الناس اللي وقعوا في أسر الشيطان التوبة تفك إيه؟ أسرهم. التوبة تضيع عمل الشيطان في سنوات العمل. قال التوبة تجعل الذناب بتوليين. ده اللي احنا بنقوله في تمجيد القديس أندونوس الأسود، نقول التوبة لها مفعول عجيب تجعل الزاني إيه؟ بتولي. إذا ما هي التوبة؟ التوبة هي عودة إلى الأحضان الأبوية، وده بيبان قوي في قصة مين؟ الابن الضال. ابن الضال كان قاعد في بيت أبوه مبسوط سعيد في حماية أبوه في كرم أبوه، ما كانش عنده مشاكل اللي هي العادية. ولكن لما بعد عن أبوه، بعد عن البيت وسافر في كورة بعيدة، مشي ورا أصدقاء السوء، مشي ورا بعض الأفكار المغلوطة زي الحرية الزائفة، أنا حر، أنا أعمل اللي أنا عايزه، دي حياتي. مشي ورا بعض المتع الوقتية، ترك بيت أبوه، ترك الحماية، ترك الأمان، ترك القوة. لما راح يقول لك سافر إلى كورة بعيدة، تعب لدرجة إن هو ما كانش لاقي إن هو ياكل. اشتهى الخرنوق اللي هو أكل الخنازير، ما كانش لاقي. فقرر وعزم إن هو يرجع إلى بيت أبوه تاني. هي دي التوبة. التوبة هي العودة إلى الأحضان الأبوية. وهل بلاقي حضن أبويا مقفول ولا مفتوح؟ بالعكس، ده كان في ترحاب. ده فرح ونده عبيده وقال لهم هاتوا الخاتم وحطوه في ايده واذبحوا العجل المسمى، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضالا وفروض. فالتوبة هي العودة إلى الأحضان الأبوية. دي بتظهر قوي في قصة